السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهارده هنشرح عندنا بوست ترانسكريبشنال موديفيكيشنز. بعد ما تمت عندنا عملية الترانسكريبشن وأنتجنا الإماتيور ماسنجر ار ان اي. ليه؟ لأنه بيحتوي على انترونز. ده عندنا الإماتيور ماسنجر ار ان اي، بنديله اسم تاني اسمه هيتروجينس نيوكلير ار ان اي. طيب احنا دلوقتي عايزين نحول الهيتروجينس نيوكلير ار ان اي، عاوزين نحوله لماتيور ماسنجر ار ان اي، عشان ده اللي يحصل له ترانسليشن ويدينا البرودكت بتاعنا اللي هو البروتين. طب هتحصل العمليه دي ازاي؟ هنعمل له بروسيسنج عن طريق ان احنا هنعمل 3 حاجات عشان نحول الهيتروجينس نيوكلير ار ان اي نحوله الى ماتيور ماسنجر ار ان اي. هنعمل ايه؟ اول حاجه عندنا هنعمل كابينج ات 5 برايم، هنعمل عمليه اسمها كابينج. تاني حاجه هنعمل بولي ايتيل، بولي ايتيل اللي احنا هنضيف ادينين جروب. تالت حاجه عندنا هنعمل سبلايسنج اللي احنا هنعمل ريموف اوف نون كودنج ريجن اللي هي الانترونز. يبقى احنا النهارده هنتكلم على بوست ترانسكريبشنال موديفيكيشنز. عاوزين نحول الهيتروجينس نيوكلير ار ان اي ده، عاوزين نحوله الى ماتيور ماسنجر ار ان اي، عشان ده اللي هيحصل له ترانسليشن وهيدينا البرودكت اللي هو البروتين. طب هنعمل كده ازاي؟ هنعمل كده عن طريق ان احنا هنعمل له 3 حاجات. اول حاجه هنعمل الكابينج، تاني حاجه هنعمل البولي ايتيل، تالت حاجه هنعمل عمليه الايه؟ السبلايسنج. طيب اول حاجه عندنا الكابينج. ايه اللي بيحصل؟ عندنا دلوقتي الام ار ان اي بتاعنا اللي هو الاماتيور ده الطرف 3 برايم وده ال5 برايم. عند ال5 برايم عندنا بيبقى فيه 3 فوسفيت جروب، دي اول فوسفيت جروب ودي تاني فوسفيت جروب ودي تالت فوسفيت جروب. طب ايه اللي بيحصل عندنا؟ هنعمل الكابينج، هنعمل عمليه الكابينج عن طريق 3 انزيمز. اول انزيم عندنا اسمه ار ان اي تراي فوسفاتيز. طب ده بيعمل ايه؟ ار ان اي تراي فوسفاتيز ده بيعمل كليف ل1 فوسفيت جروب. احنا دلوقتي عندنا ده الشكل بتاعنا فيه 3 مجاميع فوسفيت. هيجي الار ان اي تراي فوسفاتيز هيشيل 1 فوسفيت جروب. يبقى اول انزيم عندنا اللي هو الار ان اي تراي فوسفاتيز هيعمل ايه؟ كليف ل1 فوسفيت جروب، هيشيل فوسفيت جروب من عندي. ده مين؟ ده اول انزيم الار ان اي تراي فوسفاتيز. طيب تاني واحد عندنا اسمه جوانالايل ترانسفيريز. ده هيعمل ايه؟ ده هيعمل اد لجي ام بي، هيعمل اد لجوانين مونوفوسفيت. ده تاني انزيم عندنا هيعمل اد لجي ام بي موليكيول جوانين مونوفوسفيت. طيب هنا انا عندي 2 فوسفيت. 2 فوسفيت ليه؟ لان التراي فوسفاتيز شال واحده. طيب جيت ضفت جي ام بي، يبقى عندي جي ام بي اللي هو جوانين مونوفوسفيت، وهنا موجود 2 فوسفيت. يبقى كل ده على بعض اهي ضفت انا دلوقتي جي ام بي، يبقى ده كله على بعضه اسمه ايه؟ اسمه جي تي بي جوانين تراي فوسفيت. ده جه نتيجه ايه؟ نتيجه اللي انا ضفت الجي ام بي، تمام؟ والجي ام بي اتضافت على 2 فوسفيت جروب، يبقى 2 و1 يبقوا كام؟ يبقوا 3، يبقى اسمهم جي تي بي جوانين تراي فوسفيت. ده كده اول 2 انزيم عندنا. يبقى اول انزيم عندنا ار ان اي تراي فوسفاتيز، ده عمل ايه؟ ده عمل كليف ل1 فوسفيت جروب. تمام. اتبقى عندي كام فوسفيت جروب؟ اتبقى عندي 2. طيب هيجي تاني واحد عندنا جوانالايل ترانسفيريز. ده هيعمل ايه؟ هيعمل اد لجي ام بي موليكيول، فضاف عندنا الجي ام بي. ضاف الجي ام بي على كام فوسفيت جروب؟ على 2. يبقى الجي ام بي مع 2 فوسفيت هنسميه ايه؟ جي تي بي. ده كده بالنسبه لاول 2 انزيم. طب تالت واحد عندنا اسمه ميثايل ترانسفيريز. من اسمه بيعمل ايه؟ بيعمل اد للميثايل جروب، اد ميثايل جروب. ولكن الميثايل ترانسفيريز بيعمل اد للميثايل جروب في مركب بيديله الميثايل جروب. مركب بيدي الميثايل جروب للميثايل ترانسفيريز، والميثايل ترانسفيريز بياخد الميثايل جروب يحطها على الاستراكشر ده. اسم المركب ده ايه؟ اسمه سام، اس ادينوزايل ميثايلين. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ميثايل دونر. ده اللي بيدي الميثايل جروب بيديها للميثايل ترانسفيريز، والميثايل ترانسفيريز بيحطها على المركب ده. فاصبح عندي عمليه الكابينج بنسميها ايه؟ بنسميها 7 ام جي. يعني الكلمه دي 7 ام جي معناها ان تم اضافه مجموعه الميثايل على النيتروجين رقم 7 اللي موجوده في الجوانين. ده كده ايه؟ دي عمليه الكابينج، اول عمليه عملناها. يبقى اول حاجه عملناها عشان نعمل ايه؟ عشان نحول الهيتروجينس نيوكلير ار ان ايه اللي هو الاماتيور ار ان ايه نحوله لماتيور ار ان ايه عشان يحصل له ترانسليشن. اول حاجه عملنا الكابينج. بنعمله ازاي؟ قلنا عندنا 3 انزيمز. اول واحده عندنا ار ان اي تراي فوسفاتيز، ده عمل ايه؟ كليف ل1 فوسفيت جروب. طب تاني حاجه عندنا
جوانيلاين ترانسفريز عمل ايه؟ ضاف جي ام بي موليكيول. طب تالت واحد عندنا ميثايل ترانسفريز عمل ايه؟ عمل اد للميثايل جروب، ولكن هو بياخد الميثايل جروب من مركب اسمه ايه؟ من مركب اسمه السام، اس ادينوزايل ميثاينين. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ميثايل دونر، بيدي الميثايل جروب للميثايل ترانسفريز، والميثايل ترانسفريز بينقلها للمركب اللي عندي. فاصبح عند الكابنج بنسميها ايه؟ بنسميها 7 ميثايل جوانين، يعني تم اضافه مجموعه الميثايل على النيتروجين رقم 7 في الجوانين. ده كده بالنسبه لاول حاجه عندنا. طب ايه الامبورتنس بتاعت عمليه الكابنج؟ عندنا اهم حاجتين. اول حاجه عندنا اللي انا بحمل ماسنجر ار ان اي ات 5 برايم. يبقى اول حاجه مهمه عندي اللي انا بعمل ايه؟ بروتكت الماسنجر ار ان اي ات 5 برايم. طب تاني حاجه ودي مهمه جدا، initiate translation. ازاي؟ عمليه الكابنج مهمه جدا في عمليه الترانسليشن عن طريق، هنقولها في الحلقه الجايه، في حاجه اسمها، في فاكتور اسمه ايوكاريوتيك انيشيشن فاكتور. ده بيروح يعمل بايند مع الكابنج ده في بدايه عمليه الترانسليشن. يبقى هي بتساعد في انيشيت ترانسليشن عن طريق ايه؟ عن طريق حاجه اسمها ايوكاريوتيك انيشيشن فاكتور 4. ده بيعمل ايه؟ ده بيروح يعمل بايند مع الكابنج. بيعرف الماسنجر ار ان اي عن طريق ايه؟ عن طريق انه بيعمل بايند مع الكابنج. تمام؟ دول كده التو امبورتنس بتاع عمليه الكابنج. دي كده اول بروسيس عندنا. يبقى اول حاجه عملناها عشان نحول الهيتروجينس نيوكلير ار ان اي الى ماتيور ام ار ان اي، عملنا ايه؟ عملنا كابنج ات 5 برايم. طيب تاني حاجه عندنا اسمها بولي ايتيل. بولي ايتيل ات 3 برايم. انا دلوقتي حميت طرف 5، عاوز احمي الطرف الثاني اللي هو 3 برايم. عن طريق ايه؟ انا بعمل البولي ايتيل عن طريق انزيم اسمه بولي ادينين بوليميريز. طب دي بتحصل ازاي؟ قلنا في الحلقه اللي فاتت الترمينيشن اوف ترانسكريبشن. ايه اللي بيحصل فيه؟ عندنا الترمينيشن بيحصل عن طريق ان في سيجنال معينه اسمها بولي اي سيجنال، بنسميها كليفيج سيجنال. دي بتظهر على الماسنجر ار ان اي. ده عندي الماسنجر ار ان اي بتاعي. فلما السيجنال دي بتظهر ايه اللي بيحصل؟ بيحصل عندنا كليفيج باي اندو سبيسيفيك اند نيوكليز بعد السيجنال دي بحوالي 10 نيوكليوتايد. فلما بيحصل الكليفيج بيدينا الماسنجر ار ان اي بتاعنا. طيب هيبقى في السيجنال دي اللي هي اي يو تريبل اي. فايه اللي هيحصل بعدها؟ اللي هيحصل بعدها ان البولي اي بي اللي هو بنسميه كده بي اي بي اللي هو البولي ادينين بوليميريز هيروح يتعرف على السيجنال دي. فاول ما يتعرف عليها هيعمل ايه؟ هيبتدي يضيف بولي ايتيل، هيضيف ادينين نيوكليوتايد. هيضيف حوالي من 50 ل 250 نيوكليوتايد ادينين. فده بنسميه ايه؟ بنسميه البولي ايتيل اللي هو ديل عديد الادينين. تمام؟ يبقى تاني حاجه عندنا هنعمل ايه؟ هنعمل بولي ايتيل. طب ده هنعمله ازاي؟ هنعمله عن طريق بولي ادينين بوليميريز. ده هيعمل ايه؟ ده هيعمل ريكوجنيشن، هيتعرف على البولي اي سيجنال. فلما يتعرف عليها طبعا بعدها حصل الكليفج، فهو هيجي هيضيف ادينين نيوكليوتايد. هيضيف من كام لكام؟ هيضيف من 50 ل 250 ادينين نيوكليوتايد. طب ايه الامبورتنس بتاعت البولي ايتيل؟ عندنا حاجتين. اول حاجه شبه الكابنج اللي هو بيعمل بروتكت الماسنجر ار ان اي ات 3 برايم. طب تاني حاجه مهمه the length of polyethylene determine the half-life time of messenger RNA. يعني ايه؟ يعني طول ما التيل عندي كان طويل عمر الماسنجر ار ان اي هيبقى اطول. يبقى العمر بتاع الماسنجر ار ان اي بيعتمد على طول التيل. يبقى تاني مهمه عندنا، تاني حاجه مهمه انه the length of tail، طول التيل اللي هو الطول بتاع البولي ايتيل determine ايه؟ بيحدد the half life time of mRNA. ده كده اهم حاجتين عندنا في البولي ايتيل. يبقى تاني حاجه بعد الكابنج عملت ايه؟ عملت بولي ايتيل. طب دي عملتها ازاي؟ عملتها عن طريق انزيم اسمه بولي ادينين بوليميريز. ده بيعمل ايه؟ ده بيتعرف على البولي اي سيجنال. بعد ما بيتعرف عليه وحصل كليفيج بيعمل ايه؟ بيبتدي يضيف ادينين نيوكليوتايد. بيضيف من 50 ل 250 ادينين نيوكليوتايد. طب ايه بقى الامبورتنس بتاعت البولي ايتيل؟ الامبورتنس عندنا اول حاجه انه بيحمي الماسنجر ار ان اي at 3 برايم. تاني حاجه عندنا ان طول التيل ده بيحدد
الهاف لايف تايم اوف ماسنجر ار ان اي، يعني طول ما التيل عندي كان طويل طول ما كان العمر بتاع الماسنجر ار ان اي اطول. تمام، ده كده بالنسبه لتاني حاجه عندنا. يبقى اول حاجه عندي انا عملت كابنج ات 5 برايم، تاني حاجه انا عملت بولي اي تيل ات 3 برايم. طب تالت حاجه عندي انا عايز اشيل بقى النون كودنج ريجن اللي هي الانترنس، بشيلها عن طريق ايه؟ عن طريق عمليه اسمها السبلايسنج. تمام، يبقى ده كده انا اول حاجه عملت الكابنج بتاعي، تاني حاجه عملت البولي اي تيل. طيب تالت حاجه عندي عاوز اشيل الانترنس اللي هي النون كودنج ريجن. طيب انا عندي هو الماسنجر ار ان اي عباره عن ايه؟ عباره عن اكسون، ادي مثلا اكسون 1 انترون 1 اكسون 2 انترون 2 واكسون 3. الام ار ان اي عباره عن ايه؟ عباره عن اكسونز، وجوه الاكسونز ما بين الاكسون واكسون في ايه؟ في انترون. طب ايه هو الاكسون؟ الاكسون هو عباره عن كودنج ريجن، وده المهم عندي. طب الانترون هو نون كودنج ريجن. طب انا عاوز اعمل ايه؟ انا عاوز اشيل النون كودنج ريجن. ليه؟ لان دي مش مهمه عندي، فانا عاوز اعمل ريموف للنون كودنج ريجن. فهعمل لها ريموف عن طريق ايه؟ عن طريق ستراكشر، كومبلكس ستراكشر اسمه سبلايسوسوم. طب هو ايه السبلايسوسوم ده؟ السبلايسوسوم ده عباره عن كومبلكس ستراكشر بعمل بيه عمليه السبلايسنج. طب هو بيتكون من ايه؟ بيتكون من حاجتين، بيتكون من سمول نيوكلير ار ان اي اللي قلناه في الحلقه اللي فاتت، ومعاه سبيشال بروتين. والاثنين مع بعض بديهم اسم كده اللي هو اختصار الاثنين سنيربس. تاني، انا دلوقتي عاوز اعمل حاجه اسمها سبلايسنج. يعني ايه سبلايسنج؟ يعني ان انا هشيل الانترونز اللي هي النون كودنج ريجن. طب انا هشيلها عن طريق ايه؟ هشيل الانترونز عن طريق كومبلكس ستراكشر اسمه سبلايسوسوم. طب ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من حاجتين، عباره عن سمول نيوكلير ار ان اي. السمول نيوكلير ار ان اي ده بيتكون من 100 نيوكليوتايد وسبيشال بروتينز. الاثنين مع بعض بديهم اختصار كده اللي هو السنيربس. يبقى احنا هنقول سنيربس يبقى عباره عن ايه؟ عباره عن السمول نيوكلير ار ان اي مع السبيشال بروتينز. تمام، دي عمليه ايه؟ عمليه السبلايسنج. يبقى الغرض من العمليه اللي انا هشيل الانترونز، ريموف اوف انترونز، ريموف اوف نون كودنج ريجن. اشيلها عن طريق ايه؟ اشيلها عن طريق كومبلكس ستراكشر اسمه سبلايسوسوم. طب ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من حاجتين، بيتكون من سمول نيوكلير ار ان اي وسبيشال بروتينز، والاثنين مع بعض بديهم اختصار اللي هو اسمه سنيربس. طب ايه هي السنيربس دي؟ السنيربس دي بتبقى كومبلمنتري للانس اوف انترون. يعني النهايات بتاعت الانترون السنيربس دي بتبقى كومبلمنتري ليها، ودي هنعرف فايدتها دلوقتي. تمام. طيب ازاي بقى عمليه السبلايسنج بتحصل؟ هنعرفها دلوقتي. اول حاجه عندنا عايزين نعرف الاستراكشر بتاع الانترون. ده كده عندي الانترون، انا عندي انترون وده اكزون 1 واكزون 2. كل اللي انا عايز اعمله في عمليه السبلايسنج اللي انا هشيل الانترون واخلي اكزون 1 واكزون 2 الاثنين ينضموا على بعض. تمام، ده اللي انا عايز اعمله. طيب العمليه دي بقى تحصل ازاي؟ اول حاجه عندنا انا عاوز اشوف الاستراكشر بتاع الانترون. الانترون عندنا في الفاي برايم بتاعه بيبقى فيه جي يو وانينيو راسل. طب وفي النص بيبقى فيه مجموعه ادينين، ولكن دي بنسميها ايه؟ بنديها اسم كده بنسميها برانش بوينت. ليه؟ لان طالع منها او اتش جروب من كربون رقم 2، من كربون رقم 2. تمام، وفي الاخر عندنا في اخر الانترون في ايه؟ في اي جي، ادينين وجوانين. يبقى كده عندنا الانترون عندنا بيتكون من 3 حاجات. اول حاجه عندنا من عند الفاي برايم في جي يو، في النص في حاجه اسمها برانش بوينت ادينين. الادينين دي طالع منها او اتش مجموعه هيدروكسيد من عند كربون رقم 2. طب ثالث حاجه عندنا من عند 3 برايم في اي جي، ادينين وجوانين. ده كده الاستراكشر بتاع الانترون. طيب وده اكزون 1 واكزون 2. طب اكزون 1 عندنا دي 5 برايم 3 برايم بتاعت اكزون 1، ودي ال 5 برايم 3 برايم بتاع الاكزون 2، وفي النص عندنا الانترون. كل اللي انا عايز اعمله ان انا اعمل ايه؟ ريموف للانترون واخلي اكزون 1 ينضم على اكزون 2. طب هعمل العمليه دي ازاي؟ اول حاجه عندنا اللي بيحصل احنا قلنا ايه؟ السنيربس بيبقى كومبلمنتري للانس اوف انترون.
فاول حاجه عندنا السنيرب دي اول بروسيس، اول حاجه هتحصل سنيرب اتاك 5 برايم سبلايس سايت. السنيربس دي هتيجي تعمل اتاك لل 5 برايم سبلايس سايت، فهيدينا الشكل ده، هيفصل الانترون عن اكزون 1. تمام؟ يبقى اول حاجه عندنا السنيربس عملت ايه؟ عملت اتاك لل 5 برايم سبلايس سايت، فادانا الشكل ده ان الاكزون 1 ده اكزون 1 اهو انفصل عن الانترون. تمام؟ ودي 3 برايم، فيبقى عنده ايه؟ مجموعه هيدروكسيل جروب او اتش جروب. تمام؟ دي كده اول حاجه حصلت عندنا. طيب تاني بقى حاجه هتحصل، تاني حاجه ودي مهمه جدا، اللي هيحصل عندنا في تاني خطوه هيحصل فورميشن اوف لاريات شيب. ده هيحصل ازاي؟ كل اللي هيحصل عندنا ان الاو اتش اللي هي اللي بنسميها الاو اتش اوف برانش بوينت، اللي هي الادينين دي بنسميها ايه؟ برانش بوينت. اللي هيحصل عندنا ان الاو اتش اوف برانش بوينت هتعمل ايه؟ هتعمل نيوكليوفيليك اتاك للجيو. فايه اللي هيحصل عندنا؟ اللي هيكون عندنا هيكون فوسفودايستر بوند بين البرانش بوينت والجي، ولكن الفوسفودايستر بوند دي غير عاديه. احنا متعودين الفوسفودايستر بوند بتتكون من 3 برايم ل 5 برايم، ده في الدي ان ايه. بينما هنا الفوسفودايستر بوند هتبقى بين ال 5 برايم اللي هي بتاعت الجيو بتاعت الجي وال2 برايم اللي هو طالع منها الاو اتش. ليه؟ لان انا قلت لك هنا، قلت لك ان الاو اتش دي البرانش بوينت، الاو اتش طالعه من كربون رقم كام؟ من كربون رقم 2. فهنا اللي هيحصل فورميشن اوف فوسفودايستر بوند بين الاي والجي. ازاي هيحصل فورميشن اوف فوسفودايستر بوند من 5 برايم ل 2 برايم؟ فهمنا الحته دي؟ دي نتيجه ايه؟ نتيجه ان الاو اتش طالعه من كربون رقم 2. طيب يبقى تاني حاجه عندنا ان ايه اللي هيحصل عندنا ان الاو اتش هتعمل نيوكليوفيليك اتاك للجيو، فهيدينا الشكل ده. الشكل ده بنسميه ايه؟ بنسميه لاريات شيب. فورميشن اوف لاريات شيب دي كده عندنا ايه؟ تاني خطوه. طيب كده اتكون عندي اللاريات شيب. طب تالت خطوه بقى ايه اللي هيحصل؟ تالت خطوه عندنا او اتش، الاو اتش بتاعت اوف اكزون 1، الاو اتش بتاعت الاكزون رقم 1 هتعمل ايه؟ هتعمل اتاك لل 3 برايم سبلايس سايت. يعني ايه؟ يعني الاو اتش دي هتروح تعمل اتاك لل 3 برايم سبلايس سايت اللي هو ده 3 برايم سبلايس سايت. فايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل عندنا ان اللاريات شيب ده هيخرج، تمام؟ وهيدينا ايه؟ هيبقى اكزون 1 مع اكزون 2. واللي هيحصل ريليز اوف لاريات شيب، الانترون عندنا هيخرج. دي كده بالنسبه لعمليه السبلايسنج. يبقى اللي بيحصل عندنا في السبلايسنج اللي بيحصل كل اللي حصل عندنا انترون في النص في سيكونس معينه في الانترون. السنيرب هيعمل ايه؟ هيعمل اتاك لل 5 برايم سبلايس سايت. طيب بعد كده اللي هيحصل عندنا النيوكليوفيليك اتاك. ده هيحصل نتيجه ايه؟ نتيجه الاو اتش اللي موجوده في البرانش بوينت، الاو اتش اللي طالعه من كربون رقم 2 من الادينين. هتعمل ايه؟ هتعمل فوسفودايستر بوند بين 5 برايم اللي هي الجي وال2 برايم اللي هي ايه؟ الاو اتش الكربون رقم 2 اللي طالعه منها في الادينين. طب هيدينا ايه؟ هيدينا اللاريات شيب اللي هو ده. طيب بعد كده اللي هيحصل الاو اتش بتاعت الاكزو رقم 1 هتعمل ايه؟ هتعمل اتاك للسبلايس سايت اللي هو 3 برايم. فهيحصل ايه؟ اللي هيحصل عندنا ان اكزون 1 هينضم مع اكزون 2 ويحصل ايه؟ هيحصل ريليز للاريات شيب. كده بالنسبه ايه؟ ده كده بالنسبه لعمليه السبلايسنج ريموف اوف انترون. دلوقتي عندنا خلصنا عمليه السبلايسنج. كده خلصنا ايه؟ كده خلاص حولنا الهيتروجينس نيوكلير ار ان ايه حولناه لماسنجر ار ان ايه يقدر يحصل له عمليه الترانسليشن. ولكن عندنا ملحوظه مهمه، عمليه البوست ترانسكريبشن موديفيكيشن اللي هو الكابينج والبولي اي تيب والسبلايسنج دول بيحصلوا ديورنج ترانسكريبشن. يعني الترانسكريبشن والبوست ترانسكريبشن موديفيكيشنز الاثنين بيحصلوا فين؟ بيحصلوا ان ذا نيوكليس. طيب اخر حاجه عندنا حاجتين مهمين جدا، حاجه اسمها alternative splicing وحاجه اسمها mRNA editing. اول حاجه عندنا alternative splicing. يعني ايه alternative splicing؟ alternative splicing معناها from one gene we make different proteins، او تعريف بطريقه ثانيه multiple proteins from same gene. يبقى alternative splicing عباره عن ايه؟ multiple proteins from same gene. طب ايه المثال عندي؟ هندي مثال هنا.
انا عندي اهو الكابنج والبولي ايتيل، وعندي مثلا اكزون 1 وده اكزون 1 انترون 1 اكزون 2 انترون 2 واكزون 3. طب ايه اللي بيحصل عندنا؟ هو السنيرفز نفس خطوات السبلايس، ولكن هنا في حاجه بتحصل. لو هنا في الالترناتيف سبلايسنج اكزون 1 واكزون 2 واكزون 3 الثلاثه مع بعض هيدونا بروتين معين اسمه مثلا بروتين A. ده لو ايه؟ لو حصل ان اكزون 1 اتجمع مع اكزون 2 مع اكزون 3. طب لو حصل بقى في الاحتمال الثاني ان واحنا بنعمل ريموف للانترون جه السنيرب وشال مثلا اكزون رقم 2، شال الكودنج سيكونس، شال الاكزون رقم 2، فايه اللي حصل؟ بقى عندنا اكزون 1 مع اكزون 3، فهيدينا بروتين تاني مختلف عن الايه اللي هو مثلا بروتين بي. طيب لو عندنا السنيرب شال الاكزون رقم 3، هو بيشيل الانترون، هو بيشيل انترون 1 وانترون 2، شال الاكزون رقم 3، فايه اللي حصل؟ ادانا الاكزون 1 مع اكزون 2، فادانا بروتين كمان مختلف. يبقى احنا عندنا من جين واحد بس قدرنا نحصل على انواع مختلفه من البروتين. البروتين ده مختلف عن ده، مختلف عن ده، عن طريق ايه؟ عن طريق حاجه اسمها alternative splicing، عباره عن multiple proteins from same gene. عندي جين واحد ومن جين واحد بقدر احصل على كذا بروتين. بتحصل عن طريق ايه؟ عن طريق عمليه اسمها alternative splicing. طيب وده بيفسر لنا حاجه مهمه. how 20,000 جين. احنا الهيومن جينوم عندنا بيتكون من كام جين؟ بيتكون من حوالي 20,000 جين. الهيومن جينوم عندنا حوالي 20,000 جين. طب ازاي 20,000 جين بيطلعوا لنا اكتر من 100,000 بروتين؟ عن طريق عمليه ايه؟ عن طريق عمليه الالترناتيف سبلايسنج، ان اكتر من 90% من الجينز بيحصل لها الترناتيف سبلايسنج، جين واحد بيدينا اكتر من بروتين. تمام؟ ده كان بالنسبه للالترناتيف سبلايسنج. طب تاني حاجه عندنا ام ار ان اي اديتنج. دي بقى اللي بيحصل فيها ان احنا خلاص الام ار ان اي عندنا اتنتج. الايديتنج ده بقى بيحصل ازاي؟ هندي مثال عندنا ايبو بي جين. الايبو بي جين ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن جين عندنا بيبقوا موجودين في حتتين، موجودين في منطقتين في الجسم. موجود في الليفر، في الكبد، وفي الانتستين، ولكن الفانكشن بتاعته هنا غير هنا. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ عندنا ايبو بي جين. الايبو بي جين ده لو حصل له كومبليت ترانسليشن، يعني الايبو بي جين ده حصل له ترانسليشن بالكامل في الليفر، هيدينا ايه؟ هيدينا ايبو بي 100. ايبو بي 100 بروتين. ده عباره عن ايه؟ عباره عن بروتين بيتكون من 4563 امينو اسيد. ده فين؟ في الليفر، الايبو بي جين. يبقى الايبو بي جين لو حصل له كومبليت ترانسليشن هيدينا ايه؟ هيدينا ايبو بي 100، وده بيتكون من كام امينو اسيد؟ 4563. طيب في الانتستين، في الانتستين بتحصل حاجه الايديتنج بقى. ايه اللي بيحصل؟ عندنا حاجه اسمها سايتيدين دي امينيز. سايتيدين دي امينيز ده اللي بيحصل في كودون في النص عندنا اهو، ده الماسنجر ار ان اي. في كودون في النص بيحصل ليه ايديتنج. يعني ايه كودون؟ كودون ده عباره عن تريبلت اوف نيوكليوتايد، يعني كل 3 نيوكليوتايد هنقولها في الحلقه الجايه في الترانسليشن، كل 3 نيوكليوتايد بنسميهم كودون. تمام؟ الكودون ده بيدينا ايه؟ 1 كودون بيدينا امينو اسيد. طيب فايه اللي بيحصل عندنا في الانتستين؟ عندنا حاجه اسمها سايتيدين دي امينيز. ده بيعمل ايه؟ ده بيبدل السي باليو. احنا عندنا الكودون ده موجود في الماسنجر ار ان اي بتاع الايبو بي جي. فايه اللي حصل؟ انا عندي السي دي بدلتها بيو، بقى عندي يو اي اي. ده ايه؟ ده اسمه ستوب كودون، وهنقولها الحلقه الجايه. الستوب كودون ايه اللي هيحصل؟ ستوب كودون يعني الترانسليشن هيقف. فايه اللي حصل عندنا؟ الايبو بي جي في الانتستين حصل له انكمبليت ترانسليشن. نتيجه ايه؟ نتيجه ان حصل ستوب كودون في النص. فايه اللي حصل؟ فهيدينا ايبو بي 48 بروتين. ده عباره عن 2152 امينو اسيد. نتيجه ايه؟ نتيجه الانكمبليت ترانسليشن. يبقى الام ار ان اي اديتنج اللي حصل فيها ان اللي عندنا في كودون في النص موجود في الجين ده. اللي حصل ان الكودون ده حصل له عن طريق سايتيدين دي امينيز، السي اللي هي السايتوزين اتبدلت بيوراسيل فادانا ستوب كودون. فاللي حصل انكمبليت ترانسليشن فادانا ايبو بي 48. الايبو بي 48 ده بيتكون من 2152 امينو اسيد. طب الفانكشن بتاعت الايبو بي 100 مختلفه عن الفانكشن بتاعت الايبو بي 48. الفانكشن بتاعت ده انه بينقل ايه؟ بينقل الكوليسترول في الدم، بينما ده بياخد الكوليسترول من الاكل، بيعمل absorption of lipids from intestine. تمام؟ ده كده بالنسبه لحاله البوست ترانسكريبشن موديفيكيشن.
وان شاء الله انتظرونا في الحلقه الجايه مع الدي ان اي ترانسليشن.